هاي، النهاردة هنعمل أكلة من أشهر الأكلات في مصر. الناس يعني تقدر نفطر بيها، نتغدى، نتعشى. أكلة جميلة جدا. هي الطعمية أو الفلافل. احنا معانا نص كيلو فول مدشوش، يعني متشال القشرة بتاعته، منقوع لمدة يوم كامل في المية. بعد كده هوت بنضيفه في الكبة، بس بنضيف المكونات بالتدريج مش مرة واحدة. يعني احنا هنحط شوية شبت، بقدونس، كزبرة، كرات، توم. انا واخدة بتاع ربع حزمة الكزبرة وربع حزمة البقدونس وربع حزمة الشبت، والكرات واخدة التلت اللي هو الأخير بتاع الكرات في حزمة الكرات، وبنضيف حبة بحبة. وبعد كده هوت عندنا برضو هنستخدم النهاردة 8 فصوص توم، وبصلة زي ما انتوا شايفين. طبعا مش هحط كل حاجة مرة واحدة، لا، انا بحط كمية بالتدريج لغاية ما اخلص كل الكمية اللي هي عجينة الطعمية كلها. زي ما انتوا شايفين دي فصوص توم، هحط فصين بس. زي ما انتوا شايفين ده البقدونس حطينا جزء. وبعد كده هوت الكرات انا مقطعه، كل المكونات انا مقطعه عشان اسهل عمليه الفرم في الكب. ده حبه كرات حطيناها. بنشغل الكبة زي ما انتوا شايفين كده، نقعد نفرم في المكونات اللي حطيناها مع بعض لغايه ما تبقى العجينه ناعمه جدا. اتفرمت زي ما انتوا شايفين ناعم كده، فبنبتدي نحطها في طبق تاني لغاية ما نبتدي نعمل كمية تانية لغاية ما نخلص كل الكمية اللي عندنا زي ما انتوا شايفين. خلصنا كل الكمية، فهنحط دلوقتي معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة كمون، وربع معلقة شطة، ودي حسب ما تحبوا. يعني عايزينها سبايسي حطوا ربع، عايزينها ازيد ممكن تزودوا حسب يعني ما انتوا عايزين، مش عايزينها خالص شيلوها خالص، اللي هي الربع المعلقة الشطة. بس بنخلط المكونات كلها مع بعض لغاية ما كل البهارات اللي احنا حطيناها دي تختفي. احنا هنا خلصنا خلاص اللي هي فرم العجينة بتاعة الطعمية. بنبتدي نقسمها في اكياس عشان دول نص كيلو، فانا قسمته على 3 اكياس. نستخدم كيس ونشيل الباقي في الديب فريزر. العجينة عندي هنا النهاردة هعملها محشية. النوع الاول ديت محشي، عندي شيدر وعندي زيتون معصفر وعندي مكسرات وعندي زيتون اسود وعندي سمسم.
قبل ما نعجن، قبل ما نشكلها، لازم نحط معلقة بيكنج باودر صغيرة على العجينة زي ما انتوا شايفين، ونبتدي نعجن المعلقة الصغيرة ديت بيكنج باودر لغاية ما تختفي خالص من العجينة، متبقاش باينة او تتجانس مع العجينة. بعد كده هوت بنبتدي نشكلها لكور زي ما انتوا شايفين، ونبتدي نحط بقى حشوة بقى زي ما احنا عايزين، مكسرات، نحط زيتون، ايا كان الحاجة اللي احنا عايزين نحطها في الحشوة. ممكن بيض مسلوق نقطعه قطع ونحطه، بتبقى طعمها حلو برضو. وبنحط على الوش بتاع القرص بتاع الطعمية شوية سمسم، ولما الزيت يوصل لدرجة الغليان بنحط فيها الطعمية ونخلي بالنا ونشيلها بسرعة. وبكده خلصنا اول طريقة في عمل الطعمية. في طريقة تانية برضو حلوة، بعد ديت هوريكم ازاي بتتعمل. الطريقة التانية دي اساسي طبعا، عارفين احنا اللي هي المعلقة الصغيرة بتاعة البيكنج باودر، واستخدمت برضو 3 معالق من البقسماط المطحون ناعم. الطريقة دي حلوة برضو. في ناس بتحب برضو تبل حتة عيش وتعجنها مع عجينة الطعمية، برضو طريقة جميلة وحلوة. بعد ما نضيف كل المكونات هنبتدي نعجنها كلها مع بعض لغاية ما يختفي كل البقسماط والبيكنج باودر في العجينة، وكلها تبقى متجانسة مع بعض. وبعد كده اهو بنبتدي نشكلها، ونبتدي برضو نحط عليها من انا ما حشيتهاش ديت، اللي هي الطريقة التانية دي ما عملتهاش محشية، وابتديت احط عليها اللي هو السمسم وتتشكل وتتقلي.
وبكده نكون انتهينا من عمل الطريقة التانية للطعمية. أتمنى أنها تعجبكم، وميرسي على المشاهدة. باي باي.